سؤال يطرح عند كثير من الشباب. شاب موظف وده يدخل في الاستثمار والتجارة، يقول أنا بروح أقترض عشان أدخل في البزنس والتجارة. أنت ما شاء الله تبارك الله في جانب يمكن بعض الناس ما يعرف، أن عندك ما شاء الله 6 شركات الله يبارك، وشركة تطوير عقاري ما شاء الله. وش تنصح هذا الشاب؟ هل تنصح أنه يقترض ويدخل في البزنس؟ يمكن الأغلبية ينتظر ابدأ من الصفر، قاوم، انطلق. انتبه تقترض. انتبه تقترض. انتبه تقترض. لو دراسة الجدوى تقول لك الربح بعد أمر الله 200%، لا تقترض ولا ريال. القرض هو أمر لا يتعلق فيك أنت، يتعلق بأمك وأبوك وزوجتك وعيالك. يا سلام. وقد يدخلك في طريق ما تطلع منه. لذلك ما أقترض معناته ما أبدأ، لا. أنت اليوم لابد أن تعلم أنك في بلد مليان تنخير. يا سلام. فكل التجار عندهم أموال راكدة. يا سلام. لكن التاجر يدور الواحد الصامل والفاهم. الفاهم. فأنت اليوم نبي نفترض أنه جازت لك هالمنجرة، اشتغل فيها 6 شهور لين تشرب الشغلة. إذا شربت الشغلة روح الواحد من الأثرياء يقول هذه خبراتي وهذه عوائد الربح اللي أنا اطلعت عليها، ادخل منك الفلوس ومني العب. يا سلام. وخلي التاجر لو ياخذ 70% وانت 30%. يا سلام. يكفي انه هو يدور المال وانت تدور المعرفة والمال ما بعد. والأمان عالي عندك الآن، ما عاد صار فيه إشكالات ولا مستوى المخاطرة صفر. والتاجر لو لا سمح الله خسر، هو ما شاء الله مزكل واجب. بسم الله عليك. وأنت مستأمن على المال بالنهاية. ما شاء الله ما شاء الله. هجوا من القروض. انت